يا هلا وسهلا فيكم من جديد. أنا ليدي موني. فيديو اليوم للناس الرايقة اللي تحب كذا تكيف على القهوة، تدلع نفسها بنكهات جديدة وحلوة. فرح نعمل سوا أكثر المشروبات الباردة المشهورة في ستاربكس. يعني خلوني أقول لكم أني جربت كثير وصفات لحد ما حسيت أنه هذه الوصفة هي أقرب شيء لشغل المحل، يعني من جد كأنك مشتريتها من ستاربكس. فأتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم، وخلونا نبدأ بالتفاصيل. أول وصفة راح نعملها هي الآيس كراميل مكياتو. راح نحتاج كوب نحط فيه كمية من الثلج. بعد كذا نعبي الكوب تقريبا إلى 3/4 بأي نوع من الحليب البارد. بعدها الربع الأخير نعبيه بالقهوة. هنا ممكن تستخدموا قهوة الإسبريسو أو تذوبوا ملعقة نسكافيه في شوية موية باردة. أهم نقطة أنكم تصبوا القهوة بشويش وعلى دفعات علشان يعطينا هذا الشكل المتدرج الجميل للقهوة زي ما يعملوها في المحل بالضبط. الآن يجي دور الكراميل. راح استخدم هذا الصوص الجاهز. الكمية حسب ذوقكم قديش انتو تحبوه حالي. طبعا زي ما شفتوا أنا ما حطيت أي سكر لأنه الكراميل راح يزبط الطعام. وبس هذه النتيجة النهائية جدا جدا طعم. يمكن هذا أكثر مشروب أطلبه منهم، ولأنه مو مخلوط مع بعض ففي كل رشفة كده تحسي بطعم حاجة، مرة قهوة مرة حليب، والكراميل من جد مرة محليه، فلازم تجربونه، متأكدة أنه بيعجبكم. المشروب الثاني مرة مشهور اللي هو الأوريو فرابتشينو. راح نحط بالخلاط كمية كبيرة من الثلج. بعدها نحط حليب تقريبا 3/4 كوب. ونحط شوية قهوة زي ما قلت لكم، أي نوع متوفر عندكم، إما إسبريسو أو نسكافيه، بس طبعا الإسبريسو طعمها مرة أقوى وأحلى. بعد كده نحط شوية آيس كريم، إما شوكولات أو فانيلا أو قهوة، كلها تطلع حلوة. ونحط كمية من الأوريو المكسر. طبعا راح تشيلون حشوته البيضة قبل لا تكسروه. على قد ما تكثرون أوريو على قد ما يطلع مرة لذيذ وكذا قوامه كرانشي جميل، فخذوا راحتكم واكرموا نفسكم. وبس بعد كذا نخلطه بالخلاط لحد ما يتكسر كل الثلج ويصير قوامه بهذا الشكل. بعدها تجيبوا صوص الشوكولاتة الجاهز أو ممكن تذوبوا أي شوكولاتة متوفرة عندكم، ونبدأ بتزيين الكوب من الداخل. بس حطوا شوية نقط في أعلى الكوب وهو رح ينزل كذا لوحده ويصير خطوط كذا شكلها مرة شهي. وبس بعدها نضيف قهوتنا للكوب وبكذا تكون جاهزة للتقديم. ممكن تزينوا الوجه بشوية كريمة خفق جاهزة وترشوا شوية أوريو مكسر، كم حبة أوريو كذا كمان تزبط الشكل. وبس بكذا أكون خلصت. أتمنى الوصفات تعجبكم، ولو عملتوا شيء منها صوروا ووروني على حسابي في الانستغرام أو سناب اللي تحبوه. وكمان لو تحبوا مشروب معين وحابين تعرفوا طريقته اكتبوا لي اسمه تحت بالتعليقات وبحاول أعمله لكم كذا بطريقة سهلة ولذيذة. وبس هذه قناتي، لو كنتوا جداد يشرفني اشتراككم فيها، وهذه آخر فيديوهات لي، لو ما شفتوها سيروا عليها راح تنبسطون. أتمنى لكم يوم سعيد وباي باي.